كنافة بالقشطة. الطريقة دي ما بغيرهاش بقالي 3 سنين. احلى وصفة كنافة ممكن تعملوها في رمضان وسكرها بيكون مظبوط جدا. هقول لكم على طريقتها خطوة بخطوة، انا متأكدة انها هتعجبكم جدا وهتعتمدوها في كل رمضان. اول حاجة هنحضر القشطة بتاعة الكنافة. دول 3 كوبايات من الحليب، طبعا هنعاير بكوباية الشاي العادية. هحطهم الاول على النار وهضيف عليهم 3 معالق كبيرة من السكر. هنعاير عادي بمعالق الاكل بتاعتنا، مش لازم خالص نستخدم المعالق المعيارية. كمان هضيف عليه 3 معالق كبار من الجبنة الكريمي أو 4 مربعات من الجبنة الكيري أو الجبنة المثلثات. خطوة الجبنة هنا اختيارية بس هي بتدي طعم حلو جدا للقشطة. دلوقتي بقى هدوب الجبنة والسكر في اللبن. أنا مش عايزة للجبنة أي أثر أو أي تكتلات، فأنا هتأكد الأول إنها دابت في اللبن وبعد كده هضيف النشا. هحضر بقى خليط النشا. دول 3 معالق كبيرة من النشا، هحط عليهم شوية مية، تقريبا نص كوباية صغيرة من المية. هدوب النشا كويس جدا في المية لحد ما التكتلات دي كلها تفك وتبقى بالشكل ده. هنا اللبن بتاعي بعد ما سخن خالص هحط عليه خليط النشا. انا مرضيتش احط النشا في الاول عشان هقعد كتير على النار وانا بقلب في اللبن والنشا، لكن لما اللبن يغلي الاول قبل ما احط النشا هتلاقوها على طول اتحولت لمهلبيه بدل ما نقعد نقلب كتير في اللبن والنشا وهو لسه بارد على النار. هسيب الخليط ده ياخد غلوتين على النار مع التقليب المستمر. اول ما يبقى مهلبيه بالشكل ده هبدا بقى اضيف الاضافات بتاعتي. دلوقتي بقى هطفي النار، اضيف رشه من الفانيليا، سواء الفانيليا السايله او البودره. الفانيليا بنحطها في الاخر بعد ما تطفي النار عشان تدي طعم للقشطه. نيجي بقى للمكون اللي بيودي الكنافه بالقشطه بتاعتي في حته تانية خالص، هي علبه القشطه دي. طبعا تقدروا تستبدلوها بقشطه عاديه، بس فعلا هي بتدي طعم حلو جدا ومختلف ومميز عن اي قشطه اكلتوها قبل كده. انا جربت المهلبيه بالقشطه دي والقشطه دي، طبعا دي تحفه وفرق شاسع جدا بينها وبين القشطه التانية. بتدي لها طعم غني جدا وعامل زي الزبده. تقدروا تستغنوا عن الجبنه الكريمي بس ما تستغنوش عن القشطه دي. انا هنا كنت طفيت النار وبعدين حطيت الفانيليا وبعدين ضفت كمان القشطه بتاعتي، قلبتهم لحد ما اتاكد ان القشطه دابت تماما، وبعد كده هسيب الخليط ده على جنب يبرد لحد ما نجهز الكنافه. للكنافه دول 600 جرام من الكنافه، خرجتها من الفريزر على طول وكسرتها وحطيت عليهم 3 معالق كبيره من السكر البودره. وهقلب الكنافه مع السكر وبعدين هضيف عليهم كوبايه الا ربع من السمنه، وهغلف الكنافه بتاعتي كويس جدا بالسمنه. عندي هنا صينيه مقاس 30 وهحط عليها اول طبق من الكنافه. 600 جرام كنافه اخدت صينيه مقاس 30. طبعا لو قللتوا كميه الكنافه هتصغروا حجم الصينيه، بس هو مقدار القشطه ياخد صينيه مقاس 30. انا كده خلاص خلصت الطبقه الاولى وعملت لها جوانب عشان القشطه ما تخرجش بره. دلوقتي بقى هضيف القشطه اللي احنا عملناها، هي بيبقى قوامها ناعم كده وخفيف، ما تحاولوش ان انتوا تسمكوها اكتر من كده. هفردها واحده واحده في الصينيه وبالتساوي. بعد ما خلصتها هحط الطبقة التانية من الكنافة. الطبقة التانية من الكنافة بتكون حساسة قوي، فاحنا بنوزع كمية الكنافة على كل الصينية ونبدأ ان احنا نكبس حبة بحبة عشان القشطة ما تخرجش من الصينية. شايفين انا هنا بوزع عشوائي في النص وعلى جوانب الصينية وبعد كده هبدأ اكبس. انا كده خلصت. هدخلها فرن ساخن مسبقا على درجة حرارة 200 رف وسط لحد ما جوانب الصينية تاخد لون ذهبي. هحطها تحت الشواية. هنا الكنافة بعد ما خلصت هسقيها بشربات. الشربات بيكون كوباية من السكر بتاخد نص كوباية من المية وعليها عصرة نص ليمونة بتاخد غلوتين على النار، وبعدين بنطفي على طول نحط معلقة سمنة. بنسقي الكنافة أول ما تخرج من الفرن بس الشربات يكون بارد. بصوا انا هنا بسقي الوش الاول وبعدين هقلب الكنافه واسقي الوش التاني عشان طبقه القشطه بتعمل عازل بين الطبقه اللي فوق والطبقه اللي تحت، فاللي فوق هيكون متسقي بشربات لكن اللي تحت مش هتكون متسقيه. فانا كده قلبتها وسقيت كمان اللي فوق. مش هاخد طبعا كل كميه الشربات اللي انا قلتها لكم دي، انا هاخد حسب الرغبه. هنا الكنافه بعد ما خلصت وزينتها بمكسرات. جربوا الطريقه دي هتعجبكم قوي. سامعين هنا صوت القرمشه؟ هنا الكنافه انا قطعتها وهي لسه سخنه، طبعا لما بتبرد بتجمد. لو لسه اول مره تشوفيني انا مروه مصطفى ودي قناتي، ما تنسيش تشتركي في القناه وتفعلي زر الجرس عشان يوصلك كل جديد، ولايك للفيديو ده كمان. مع السلامه.